عني بقى خلاص. انت عايز اقول انا بقول ان الحمد لله مجهود تعب كبير. سنه كانت جميله بحلوها بمرها. في دعم كان كبير قوي، بالاخص بالاثنين باشمهندسين اللي معانا، بلاش بقى نقول اسامي تاني. لان بجد كانوا واقفين معانا وكانوا بيتواجدوا معانا في المباريات. هننزل بقى كمان بنلاقي يعني كل حاجه متاحه لينا الحمد لله، احنا بنطلب اي حاجه بتتواجد. انا بشكرهم لوقتهم جنبينا ودعمهم الكامل، وبشكر تعب اللعيبه الصراحه ان انتوا تعبتوا معانا السنه دي واجتهدتوا كتير، وربنا كلل الجهد ده على خير. ومش هقدر طبعا ابعد عن الكلام لان انا كنت جزء صغير من جهاز كبير محترم بيتقدمه كابتن هيثم شعبان وكابتن هاني عبد الله وكابتن خالد فرحات كجهاز فني، وكجهاز طبي الدكتور هشام وكابتن محمود رفاعي وكابتن محمد، وكجهاز اداري كابتن وليد رمضان وكابتن اسلام ابو جبل. وطبعا مش هقدر انسى الجنود المقبولين اللي هم يعني اعتقد ان هو سبب نجاحنا كلنا كان من خلالهم، من خلال ابو يوسف والليسي وجمال وعم سامي. انا شايف ان المنظومه كلها كانت حاجه جميله جدا، جهاز متعاون لابد الحدود، وكان اقصى حاجه كنت بقولها لكم دايما، وده اللي دايما تبقوا يعني عايشين بيه دايما، الحب اللي بينا وترابطنا مع بعض هو اللي بيجيب كل حاجه، هو اللي بيجيب البطولات، هو اللي بيجيب النجاحات، هو اللي بيجيب الجاتوهات يعني فاتمنى دايما يا شباب ان احنا نبقى قريبين من بعض، وطبعا قريبين من ربنا الاول، دي اهم حاجه، وده هو اللي كان نجاحنا السنه دي، ان احنا كنا قريبين من ربنا مع تعبكم، بعد تعبكم ان شاء الله. يعني اتمنى ان انتوا دايما تكونوا في احسن حال، واتمنى دايما ان مجلس الاداره زي ما هو متعود او السنه دي كان متواجد معانا، يبقى متواجد دايما مع الجميع، ويكون قلبا وقالبا كده مع الفريق زي ما هو متواجد معانا دايما. وانا بشكرهم لوجودهم معانا، لان وجودهم معانا ده حاجه كبيره جدا، ان هم جايين يحتفلوا معاكم بفوزكم الجميل. بشكرهم تاني مره لان انا عارف اشغالهم واعبائهم، وان هم يخصصوا وقت من وقتهم لينا، دي طبعا حاجه كويسه جدا، وده بيأكد ان هم فعلا سبورت ليكم وفي ظهركم دايما، واتمنى ان يبقى دايما في العالي يا رب ان شاء الله. وشكرا والف الف مبروك يا رجاله. طبعا كل ما اجي اشرح يعني خلونا يا جماعه احس ان انا باجي عادي معاكم. حضرتك تطلع المره دي ولا المره الجايه؟ يا جماعه الف مبروك ليكم كلكم. الحقيقه انتوا شرفتوني على المستوى الشخصي، لان انا مهتم بيكم وحاسس ان انتوا الامل للنادي، وهتبقى فرحتي اكبر بيكم لما اشوفكم في الفريق الاول او في الفرق اكبر، ده امل فيكم. واوعدكم ان انا هدفع بس لما تطلعوا الفريق الاول. يا نهار ابيض يا نهار ابيض دلوقتي احنا تعبنا. مش العالم خلاص هنستناك برضه. انا الحقيقه فرحان بحاجتين، فرحان طبعا بالبطوله اللي انتوا حققتوها دي تثبت مستواكم. الحاجه الثانيه والاهم بالنسبه لي استمراركم وصعودكم للفريق الاول او الفرق الاعلى، بلاش الفريق الاول ما تزعلوش، ده هيكون الامر الثاني، لان احنا اعتمادنا عليكم هيبقى شيء اساسي. احنا اعتمادنا على القطاع ده للفريق الاول شيء اساسي. تمام؟ ودي اهم حاجه عندنا، فانتوا حطوها في دماغكم طول ما انتم مجتهدين، طول ما انتم ماشيين، انتوا فريق انبي الاول. ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للمكافآت هتتصرف، اصبروا عليها شويه، كل حاجه حقكم هتاخدوه بالكامل. سقفه حلوه بقى. الحاجه الثانيه بس او الاخيره، انا عارف كويس قوي ان الفرقه دي كانت مدموجه في الفرقتين، فيها مشاكل حصلت وفيها لخبطه حصلت، لكن في النهايه نجحت الفكره ومشت، وان شاء الله انتوا زي هتكون البذره
نتعامل ان شاء الله على بقيه الفرق، ونتمنى ان شاء الله انها تنجح زي ما نجحت معاكم في التجربه. متشكر جدا. مصطفى نسمع كلمة طيبة لأولادك اللاعبين. الراجل عايز ياكل بقى. خلاص يعني ما يبقاش موجود معانا وحضوره حيوي وموجود وداعم لينا دايما الحقيقة يعني. ألف مبروك يا جماعة، دايما في صباح كده إن شاء الله. ويعني الأهم إن أنتوا يعني إحنا أخدنا بطولة وأخدنا كل حاجة، والناس اللي معاكم الصراحة مجهود كبير وأنتوا مجهود كبير. بس ان شاء الله اهم حاجه ان انتوا تشوفوا زمايلكم اللي كانوا بيلعبوا في كاس الامم الافريقيه ووصلوا كاس العالم، وربنا يسهل قدام كده تبقوا زيهم، ونشوفكم بقى في ريال مدريد وبرشلونه والفرق الجامده دي ان شاء الله. طب ونطلعوا